انا يعني هذا كلام. شو ابي طالب والله كلام. العظيم. شوف اسمع انا شوف انا تكون منحاز ولا مش منحاز هذه مشكلتك. هذه بصح ايوه. والله العظيم اسمعني، واش دخل؟ شوف اخي الكريم يعني سلطان يدخل الشك يعني والله سلطان مرات اخي تدافع على سلطان. المغرب اكثر من لا موريتانيا. لا اسمع اخي الكريم سلطان. اخي سلطان، انا شرحت لك انتم مشكلتكم مع المغاربه هي قضيه الصحراء، وانتم المشكله هي منذ لا هذيك مشكلتهم، احنا ماشي لا مشكلتنا. لا اسمع اخي الكريم، كل هذا الامر يدور على قضيه هذه الصحراء هذه وكذا، وانا موقفي واضح وشرحته أنا قلت أن الدولة الموريتانية، الدولة الرسمية الموريتانية، أن موقفها هو الحياد، قلت ذلك. ولكن قلت أنني أنا في موريتانيا يدي الحق أن لا أتفق مع المواقف السياسية لدولتي وحكومتي، هذا حق دستوري أعطاه لي القانون. بالضبط يا أخي الكريم، لو أن مثلا قدرنا أن دولتك أقامت علاقات مع إسرائيل كما كان فعل في موريتانيا، بعض الإخوة يقولوا لي أنت يجب أن تتبع الموقف الموريتاني في قضية الصحراء. أقول لهم أن موريتانيا سبق لها أن كانت لها علاقات مكتملة بتبادل السفارات مع الكيان الإسرائيلي، وأن أكثرية الشعب الموريتاني لم يكن مع موقف الحكومة الموريتانية. إذن هذا هو الذي يجب أن تفهم الناس، ولا يزعجني أن تقول أنني لست محايدا في قضية الصحراء. طبيعي هذا لأنني موقفي معلن. مش في قضية أنت مش محايد في كل القضايا اللي تتعلق بالصراع الجزائري المغربي. ليس بالنسبة قضية لا أخي الكريم. لا شوف مثلا نعطيك مثال. نعطيك مثال. أنا اسمعني أعطيك. يلا تفضل. نعطيك مثال. تفضل. فيما يخص تاع مين قالوا لك باللي هذيك المقولة تاع بلينكين تاع باللي العلاقات مع الجزائر من 1792 على ما أظن، أنت شككت في هذاك الأمر. قلت لهم كيفاش زعما الدولة كانت تابعة للعثمانيين يكون عندها علاقات؟ يعني انت بما انك قارئ التاريخ وتحب التاريخ كنت تبحث شوية وتعرف باللي الدولة الجزائرية التابعية تاعها للدولة العثمانية انتهت في 1695. وعليكم السلام. والدليل نعطيك الدليل. انا نعطيك الدليل. تفضل تكلم. دليل على ذلك. تيكواندو ممكن تقفل المايك شوي بس حتى لا يرجع الصوت. شكرا اخي الكريم. تفضل. الدليل على ذلك كاين زوج تاع الادله. الدليل على ذلك باللي لو تقرا التاريخ تاع بابا علي تلقى باللي بابا علي رفض الممثل تاع البيت العالي تاع الباب العالي اللي بحثوه له من اسطنبول، رفضه. ومن بعد مشى هو عند السلطان وقال له باللي ما نحتاجهش وغادي يكون الحكم مستقل. هذه راهي كاينه بالوثائق تبحث عليها. والدليل الثاني هو كيفاش تكون ايالتين، الاياله التونسيه والاياله الجزائريه تنوض بيناتهم حرب، والاياله التونسيه تستعين بالاياله الشريفه تاع مراكش وفاس ضد اياله تابعه لنفس الحكم. يعني كانوا للزوج تابعين للعثمانيين ويدخلوا في حرب. يعني هذا يبين باللي ما كانش، يعني كانت بيعه من باب الاسلام ومن باب الدفاع المشترك فقط. يعني هذا دليل واضح باللي الجزائر كانت مستقله في ذاك الوقت. اسمع شوف لين اعطيك بالضبط يعني قبل ان اعطي الكلمه للتايكواندو اعطيك بالضبط هذا الباب. اقسم بالله الذي لا اله الا هو انني اتعلم كثيرا من التيك توك. لما جابوا العلاقات ان سمعتها عند اخ قال الجزائر لها تاريخ قديم، والدليل على ذلك أن 1775 كانت هناك معاهدة بين الجزائر وأمريكا تدعى معاهدة الصداقة والأمن، وأنها في 1795. قلت أنا في نفسي والله، اسمع أخي الكريم، أقسم بالله قلت هذه فعلا يعني دليل. فذهبت نبحث عن معاهدة الجزائر والولايات المتحدة 1795، ووجدت أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد أهدى نسخة أصلية لوزير الخارجية الأسبق، ما لا أتذكر اسمه، الجزائري. فبحث. لما بحثت كان مهم بالنسبة لي أعرف ما الأمر داخل الاتفاقية. فبعد بحث وجدتها في إحدى المكتبات الدولية. المهم أن وجدت الوثيقة. لما وجدت الوثيقة وقرأتها كما قلت لا ريجونس
بين لا ريجونس دالجيري وبين لي ستازوني دامريك. موقعة وجدت أن موقعها شخص اسمه الباشا حسن. هذا الباشا حسن هو اللي موقعها. وجدت أن أيضا المعاهدة الأصلية يعني لغتها هي التركية. وجدت كذلك أن العقاب في أنه لو تعدى أمريكي على مثلا جزائري في هذا الاتفاق قالوا يعامل كما يعامل التركي. بحثت من هو هذا الباشا الذي وقع مع الأمريكان. وجدت أنه هو الذي كان المسؤول آنذاك عن إيالة الجزائر. هذا كله بالوثائق. وأنه في الأصل جورجي، وأنه يعني رباه تركيا أحسن تربية مثل أبنائه، وأنه يعني أصبح يعني في الجيش وطلع في الجيش، وكان هو من الناس الذين يهاجمون مراكب يعني مركبات بواخر الأمريكية في سواحل التي تمر أمام السواحل الجزائرية. وبالتالي أنه هو الذي وقع. الذي أريد أقول لك أخي سلطان، وبكل أمانة أقولها، أقول أن اتباع يعني الجزائر آنذاك للإمبراطورية العثمانية أو الخلافة العثمانية أنا لا أعتبره عيبا، بل أعتبره على أن هذه كانت دولة إسلامية كبيرة، وأنها فيها أمصار، وأن الجزائر كانت منها. هذا بالنسبة لي شخصيا كمسلم ليس عيبا، ولا يمكن أن يعيب به الجزائريين. هذا فقط هو الذي يجب أن أقول. عندما قلت أنا ذهبت في بحث طبيعي، وكان الهدف منه أن أعرف ويكون لي عندي الأرشيف دليل فعلا أن كان هناك كيان موجود وعنده سلطة، وهذه السلطة تعاقدت مع دولة كبيرة آنذاك مثل الولايات المتحدة. وذكرت الأمور بالضبط كما رأيتها، ولا أعيب على أن الجزائر مدة قرنين أو 3 أو 4 كانت داخل ما يسمى الخلافة العثمانية، التي يعني كما تعلمون أتت بعد العباسية، ونحن نعتبرها خلافة إسلامية. كثير من الدول في السعودية وفي الشام وكذا وكذا كانوا يعني في زمن من التاريخ كانت هذه الدولة الإسلامية الموجودة، ونحن نعتز بها. إذن هذا هو الموقف اللي تحدثت أنا عنه. الذين يعتبرون أن هذا عيب هذا شأنهم، أنا ليس شأني. تفضل أخ تايكواندو. شوف يا أخي، نعم، والله الجزائريين والجزائريات سوف يكونون لك خصما يوم القيامة، لأنك طعنت في الجزائر وطعنت في الشرف الجزائري. هل عندك دليل؟ الدليل هو نحن من أنتم؟ من أنت؟ نحن الجزائريين. نحن الشعب الجزائري. اكشف اسمك، اكشف وجهك واسمك كما فعلت أنا، وجادلني. أنت هنا اسمك تايكواندو، وتكذب بالنسبة لي. تكذب. سوف أكشف لك. أنت تتكلم عن الأتراك. أنا لست قردغولي. أنا لا أدخل في المهاترات. أنت تتهمني اتهاما خطيرا. أقول لك هذا اللايف، أقول لك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أو على الأقل قل لي أنت قلت كذا وكذا وكذا. أعفيك من الدليل، ولكن قل أنا كذا وكذا وكذا وكذا. هذا فقط. هذا يبين أن حجتكم ضعيفة، وأنه على العكس أنني أنا من سيحاججكم يوم القيامة بالافتراء. هذا هو بالضبط ما يقال له. هذا الكلام هو اللي ينقال له الافتراء. ها هو الرئيس، هذا هو الافتراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي أبي طالب، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي الكريم. مرحبا. طلعش مع هذا القرش جو مكسكيز كي يكمل طلعني يا رئيس. كي يكمل هذا القرش طلعني. شكرا يا أخي. شوف أنا يسمح لي القرش. أنت مشيت. أيوة طيب. أنا كنت أريد فعلا نطلع واحد.
انا يعني نزل كل شيء وطلعوه واحد واحد. تفضل. السلام عليكم. انا لا اريد مهاترات. وعليكم السلام ورحمه الله. اطلعكم واحد واحد حتى لا يعني انا حتى في لايفاتي لم اكن ابدا اقبل ان يتم يعني الشاتم او كذا في يعني اتجاه اي شخص ولا اي شخصيه. انا امنع ذلك تماما. تفضل. اعتقد ان الاخ عزوز كان معي في، اذا كانت لدي ذاكره، كان معنا في اللايف الذي يتحدثون عنه، صحيح؟ انا كنت معك في اللايف تاع عبدو، كنت معك من قبل في اللايفات تاعك، وكنت نجي عندك وكنت تقمعني، معليش عادي. ابي طالب، انا السؤال ما زال مطروح. لا لا لا، سؤال هو انا طلعتك لان الموضوع هون مهم جدا. انت امام الله، امام الله هل تشهد والله شهيد على ما ستقول؟ هل انا سبيت العرض الجزائري والنساء الجزائريات؟ لا، شوف، رغم اختلافي معك ورغم تحيزك للطرف المغربي الى اني اشهد بخصالك الحميده، انا نشهدها هذه. شوف اخي الكريم، شوف اخي عزيز ولا عزوز؟ عزوز. اخي الكريم عزوز باش ما نخسرش كلام. شوف اكرم، شهادتك فوق راسي، والان قل ما شئت. انا فاتح الصدر، يعني انا الان يعني اقول لك كل امانه، انا الان انت يعني اثلجت صدري، لان هذا بالنسبه لي شيء خطير. ليس خوف ولا هذا كلام، خوفا من الله. كيف أقف وأنا مسلم أقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وقد أموت الآن يعني في أي لحظة، وأقف أمام الله ليحاج وأنا كثير الذنوب، ليحاجني يعني نساء الجزائريات وعرض الجزائريات؟ أنا مجنون؟ أنا من أكون؟ أبي طالب يعني شوف، شهادة لله، شهادة لله، لأني سوف أسأل عن شهادتي، شهادة لله ياك، لا نزكي على الله أحد، من أحسن نقول أحسنت، من أساء نقول أحسنت. أبي طالب، رغم اختلافي معك، رغم طرحك ياك المؤيد للنظام المغربي ياك، وانا طرحي المؤيد للنظام الجزائري ودفاعي على القضيه الصحراويه، طلعت في لايفات معك فقط. نعم، في قضيه الصحراء طلعت معك، اختلفت معك، ما سبيتني، ما سبيت العرض الجزائري، ما سبيت النسوة الجزائريين. انا نقولها لك، انا نختلف معك في عده نقاط، بصح ما كاش اثنان يختلفوا في اخلاقك، ما نكذبش عليك. والله انا نشهد هذا الشيء. انا هذه الشهاده يعني تشرفني، واقول لك اخ عزوز، والله شهيد على ما اقول، الله شهيد على ما أقول. اقسم بالله لا احمل كرها للجزائر ولا للشعب الجزائري. اقسم بالله انني عايشت الجزائريين وعلم، وانا قد قلت ذات مره انني لو عندي يعني انفه الجزائريين وذكاء مثلا الموريتانيين وكد المغاربه وكذلك الليبيين، يعني هذا اعتبر هذا قوه ويؤسفني كثيرا. واقول لك بما انك تحدثت اليوم انني انا ابي طالب طلعت اليوم بعد لاسمع هذه الشهاده، طلعت اليوم من اجل قرار، من اجل قرار، لان المحافظه على قلوب المسلمين هي اولى من كل شيء. ولذلك اخذت قرار بعد اليوم ان لا ادخل لايفا ابدا فيه سجال بين جزائر ومغاربه بطريقه غير محترمه. اذا تاكدت ان الذين سيتحدثون مسؤولون وفي موضوع يعني طبيعي، بسم الله. اما ان ياتي البعض وياتي بالمواضيع من اجل ياتي بالمشاهدات ويتساب المسلمين في بينهم بين الجزائر والمغاربه، انا قلت اليوم اقول مع الاسف الشديد ان مهما كان شخص وزير دكتور غير دكتور، لن اطلع مع اي شخص يسب اي مسلم. انا احترم رايك، وانا نحب البنادم اللي عنده مبدا يدافع على المبدا تاعو. انت مبداك انك ما تطلعش في لايفات اخرى، بصح حبيت نقول لك واحد النقطه. انا شفتك في لايف لا يليق باخلاقك. صحيح، انا شفتك في لايف اسعد الشرعي لا يليق باخلاقك. ولكن اخي الكريم، امتى شفتني؟ عندها
متى والله ما راني ضابط، بس عندها فترة زمنية ليست بالبعيدة. هل طلعت بعد ذلك؟ ما زجتك. أخي الكريم، أنا قلتها وقلت أنني أحترم الجميع، ولكن قلت أن اللايفات التي تأخذ اتجاه السخرية من الآخرين أنا أتفاداها. تعرف لماذا؟ أقولها لكم يا إخوة المسلمين كاملين، مغربيا كنت أم جزائريا، اعلم أنك لو خرجت من أجل تقزيم الآخر والسخرية من الآخر فاعلم أنه أحسن منك. تعرف لماذا؟ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فهمتني؟ أنا قلت لبعض الإخوة أنني المشكلة بالنسبة لي إذا خرجت لأسخر من الآخر هذا بالقرآن يعني أن الآخر أفضل مني، وإلا لأن الله نهى عنها، وخاصة إذا كنت أنت مسلم وأنا مسلم. أقول لك أن في بعض الأحيان وضعت فيديوهات ربما كان فيهم جانب من يعني يضحك شيئا ما، وفي الأخير سحبتها في الساعة قبل ذلك لأني لاحظت أن ربما قد يكون فيها جانب من السخرية، فأنا حذفتها لأنه لا يجوز أن تسخر من الآخر مهما كان. أنا في بعض الأحيان أراك موريتانيا، وفي بعض الأحيان أراك مغربيا أكثر من المغاربة. هذا ما يعنيش أنك نقصد الحديث معك خاطش. علاش تروح وتولي احنا أهل المنطقة، احنا قاع ننتموا لمنطقة شمال إفريقيا، احنا قاع ننتموا للمغرب العربي. حتى وكان خلاف معك في نظريتك، أنا مؤيد لقضية الصحراء، أنت غير مؤيد لقضية الصحراء، هذه وجهة نظرك، أنا ما نفرضش عليك وجهة نظري. ياك بصح المشكل احنا نبقاو في سكان أهل المنطقة. بصح عيب باش يجي واحد مشرقي ولا واحد من اليمن ولا واحد من الخليج ويدخل في خصوصيات المنطقة وهو خصوصيات بلاده أهون. أنا شوف وأدهى من المنطقتين. شوف أخ عزوز، أنا أقولها بالحرف الواحد. أنا بالنسبة لي كون أن هناك أي شخص حتى يعجبه الآخرين يسخر من آخرين، أنا هذا لا أوافقه، بل إن نفسي تشمئز منه بكل أمانة. ولذلك يعني أحاول ما أمكن أن أتفادى هذه اللايفات بكل صراحة، أحاول أن أتفادى ما أمكن. أما فيما يخص، شوفوا سأعطيك أخي عزوز، سأعطيك حادثتين حتى تفهمني. أول حادثة سألني أخ جزائري وأنا عارف أنه يريد أن يفهم هل أنا عندي شيء ضد الجزائريين. قال لي: ما رأيك في النظام الجزائري الآن؟ وهما لماذا ما يسجلوا هذا؟ قلت له: حسب أنا أشتغل مع الممولين الدوليين وكذا، البنك الدولي، البنك الإفريقي. قلت له: حسب المعلومات الدقيقة التي عندي في آخر تقرير البنك الدولي، وهذا قلت مرات، أن بعد مجيء الرئيس تبون أن الاقتصاد الجزائري قطع مرحلة قوية، وخاصة أنه تم تصنيفه بزيادة 3.5% في تنويع الاقتصاد خارج النفط والغاز. ولماذا هذا الأمر فهمه وبدأ يتجه فيه؟ لأن اقتصاد إذا كان قائم على اقتصاد على أسعار النفط والغاز بما تدعى تولي ليكونومي سكون ابل ان ايكونومي فولاتيل، يعني سريع التبخر، لأن كما تعرف أن أي أزمة أو غيرها ممكن تطلع لك الغاز، ولكن ممكن أيضا تجيب لك في الحضيض. إذن قلت أنا أرى أن السياسة للرئيس الجزائري من ناحية الاقتصاد أنها فعلا حسب البنك الدولي في آخر تقرير 2023 أن الجزائر حققت تقدما، وذكروا بالخصوص الزراعة. هذا قلته. خليك من هذا الموضوع. شوف هذا موضوع، خليك موضوع ثاني. موضوع ثاني قبل أن أقطع لك. موضوع ثاني، قضية ترسيم الحدود بين المملكة المغربية وبين الجزائر. هناك إخوة مغاربة يعتقدون أنه ليس هناك ترسيم حدود ويتحدثون عن الصحراء الشرقية. ماذا كان رد فعلي أنا وناقشتهم ليلة كاملة وأنا أخرج لهم الأدلة بمعاهدة ترسيم الحدود وبالوثائق les instruments de ratification وكذلك برقم التسجيل لدى الأمم المتحدة وبالخريطة المرفقة. هذا كله شفتوا اللايف عند منار سليمي؟ شفتوا؟ نعم يعني أنا كنت أدافع هنا
ليس أنني أدافع عن الجزائر، أدافع عن الأمانة الفكرية. هذه معلومات لدي ووثائق لدي. أنا لو كنت أريد أن أدخل في بروباغندا يمكن نمشي مع هذو الإخوان اللي يقولوا لا مطالب هذا. قلت له أخرج لي مطلبا رسميا من المغرب أنه يطالب بالصحراء الشرقية، وأقول لك أوكي أنتم تطالبوا. إذا كان الملك نفسه يخرج ويقول من طنجة إلى القويرة، يعني لا أفهم لماذا يخرج لي أشخاص ويقولوا لي المغرب يطالب بالصحراء الشرقية للجزائر. إذن أنا مثلا حتى هذا فقط للأمانة الفكرية. قد يتفق معي إخوة المغاربة، وحتى إخوة المغاربة يقولون لي هذا الكلام. في بعض منهم يقولوا نحن يعني ولا يعني أنني في قضية هذه المنطقة اللي عليها النزاع اللي هي يعني إقليم وادي الذهب والساقية الحمراء، والذي شخصيا أنا أزورهم دائما وأعتبرهم في الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية. لا يعني ذلك أنني سأكون عندما أريد أن أتحدث عن الاقتصاد الجزائري أو حتى الدور الذي قام به الرئيس تبون في تنويع الاقتصاد الجزائري أنني أنكر هذا الكلام، أو أنكر أن كذلك الجزائر علاقتها جيدة مع موريتانيا، بل وإنها هي اليوم يعني بيّنت عن استعدادها لمساعدة موريتانيا في كثير من المشاريع الكبيرة، مشاريع يعني 720 كيلومتر معبدة في أرض قاحلة. هذا سيكون إنجاز كبير بالنسبة للموريتانيين، فهمتني؟ إذن أنا فقط هذا هو الذي أريد أن أقول هذا الأمر. ولكن أيضا أتفهم أيضا أن الإخوة الجزائريين أو كذلك في جبهة البوليزاريو أنهم يقولون أنني لست محايدا في قضية الصحراء، والأمر كذلك. أنا لست محايدا في قضية أمر الصحراء. أنا أعتبر أن المغاربة في هذه القضية محقين، وأن يجب مساعدتهم على توحيد أرضهم. هذا قناعتي الشخصية، وأن هذا هو مصلحة المنطقة. قد أكون مخطئ يا إخوة الكرام، أنا شخص بسيط، مواطن بسيط. نعم قناعة. عندي ربما البيئة والمعلومات والكتب وكذا حصلت لدي الفكرة. ربما أنت بيئتك ومعلوماتك وكتبك وحدين يأتوني مثلا بمذكرات جلود، يعني تكونت لدي فكرة. أنا المعلومات التي عندي والمصادر هي كتاب مذكرة مختار الدادة، هي وزير الخارجية الموريتاني الأسبق أحمد دول عبد الله، هي حتى المقدم محمد خونا والهيدالة. هذه يعني هي التي أبني عليها أنا معلوماتي، وحتى مذكرات والدي رحمه الله. إذن هذا كله حصلت لدي أنه في الحقيقة لا يخدم بلدي الجمهورية الإسلامية الموريتانية كمواطن. حتى حكومتي ربما لا تتفق معي. بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أن لا مجال لدولة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية. وللأمانة أيضا هذا الكلام سمعته من رؤساء موريتانيين قالوه لجبهة بوليزاريو، أن حتى القوى الدولية لا تريد ذلك. عندها موقف. نعم هذه قناعتك. بصح أنا حبيت نسألك واحد السؤال قبل ما نفتحوا موضوع إن شاء الله. أبي طالب، أنت إنسان مفكر. نعم. تفكر أنت إنسان في تطور. نعم. هل هذه القناعات على أن الصحراء مغربية هي قناعات راسخة غير قابلة للتغيير، ولا قابلة للتغيير إن حضرت الأدلة وتغيرت المعطيات؟ لا نقول لك لماذا. شوف أخي الكريم، بكل أمانة أقول لك أنا لدي خلفية. أنا كل ما أقوم به بكل أمانة، كل قرار في حياتي أو موقف في حياتي دائما أراعي فيه الشرع. شوف أخي الكريم، أنا أعتبر عن أي أمير أو ملك أو رئيس مسلم في بلد مسلم استتب له الأمن والأمان في بقعة معينة، أنا لا أدعم الخروج عليه. يا أخي الكريم، هذه الأرض. اسمع أقول لك، أنا أقول لك موقفي. شوف قناعتي، أنا أقول لك قناعتي. أقول لك أن قناعتي اليوم، وأنا أخرج من موريتانيا برخصة فيزا سميها لكي أدخل لإقليم وادي الذهب وللساقية الحمراء، وأذهب فيه ويحقق للأمن والأمان والراحة وكل ما يمكن أن يتمناه مسلم على أرض، وأرى المسلمين يعيشون بأمن وأمان. أقول أن أي تغيير لهذا الوضع هو سيعتبر فتنة ما بعدها فتنة بين المسلمين، والفتنة أشد من القتل. وتغيير المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه وجب تركه.
يعني قدرنا أن المغرب ما قام به هو منكر. إذا كان تغيير هذا المنكر وهو حرب تأتي على الأخضر واليابس، أنا أقول بك أن الأفضل والأوجب تركه حفاظا على حياة المسلمين وعلى أمنهم وأمانهم. أنت سألتني قناعتي، هذه هي قناعتي. لا أقتنع بالأمم المتحدة وكذا وكذا، هذه بالنسبة لي أمور يعني مفروضة علينا. وأنا قناعتي هذه، بكل أمانة قناعتي هذه. معلش، بارك الله فيك على قناعتك. أنا نحيي إنسان عنده مبدأ حتى ولو كان عدوي، وكانت عنده قناعة حتى ولو كان عدوي وراسخ في المبدأ تاعو في القناعة تاعو. بصح المشكل أنا نتكلم عليك دوك، نتكلم معك من منطلق إنسان مفكر. الإنسان المفكر قابل للتطور، التطور يغير من مواقفه. أبي طالب غدا من غد إن شاء الله، ولا قدر ربي والإخوة الصحراويين أخذوا الاستقلال تاعهم، هل تبقى أنت في فكر أنه الصحراء مغربية، أم تؤيد الإخوة الصحراويين في إنشاء دولتهم؟ سمعتني ولا نعاود لك؟ عاود لي لأني قالوا لي بدل هذا، يدوروا يشوفوا الكومنتير. قلت لك أبي طالب، أنا نحترمك على مبدأك وعلى قناعتك، لأنه الإنسان ذو مبدأ ذو قناعة، ما تخافش منه حتى ولو كان عدوك، حتعرف الوجهة تاعو. العكس الإنسان اللي يتلون في المبادئ وفي القناعات. بس نتكلم معك دوكا كإنسان مفكر، إنسان سياسي، إنسان يمارس السياسة. غدوة من غدوة إن شاء الله أعلنت الأمم المتحدة على قيام الدولة الصحراوية كدولة مستقلة عن المغرب. هل أبي طالب سوف يبقى في تفكير أن الصحراء مغربية ويجب العودة إلى المغرب، أم سيساند الإخوة الصحراويين ويؤيد الإخوة الصحراويين في إنشاء دولتهم الجديدة؟ لا، شوف أخي الكريم، اسمع جيدا موقفي في هذه القضية. أنا بالنسبة لي إذا توصل، أنت تقول الأمم المتحدة، يعني إذا توصل تحت راية الأمم المتحدة اتفاق بين المملكة المغربية وإخوانهم أو المغاربة وإخوانهم الذين متواجدون في جبهة البوليزاريو، أنا كل ما اتفقوا عليه بالسلم وبالمفاوضات أنا موافق عليه. هؤلاء كلهم مسلمون، وذلك الذي اتفقوا فيه أنا متفق فيه. ولكن أنا لست متفق مع هذه الطريقة والقتال، تحرر من ماذا؟ تحرر المسلمين من المسلمين، تحرر المسلمين والمسلمين. أنتم في أبعد حل قلتم عندنا خصوصية، قال لكم المغاربة بسم الله عندكم خصوصية. هناك وضعية قانونية تعطى لمن يعني يريد أن تكون لهم خصوصية، وهو الحكم الذاتي. الحكم الذاتي تعرف أصله القانوني ما هو أنه في أرض معينة إذا كان البعض لديه بعض المؤهلات أو الخصوصيات اللي يتفرد بها من باقي الأرض، وهذا موجود دوليا. ما معنى الحكم الذاتي؟ معنى أن الناس يحكمون، يعني أهل الأرض الساكنة تحكم نفسها بنفسها. وما المراد من أي دولة؟ هو أن يستفيد الشعب الأرض أو ساكنة الأرض من خيراتها. هذا هو الهدف. شوف، أنا والله ماني حاب ناخذ في الملف الصحراوي، لأني لست صحراويا أكثر من الصحراويين. أنا جيت نتناقش معك على أساس أنا جزائري وأنت أخويا موريتاني، نقدر نتفاهموا، نقدر نقصروا. مسألة الصحراويين أنا نحب كي نهضروا في مسألة الصحراويين يكونوا صحراويين باسكو هما أدرى بشؤونهم، يقدروا يجاوبوك على أسئلة اللي أنا ما نقدرش نجاوبك عليها. أنا ما نقدرش نقول لك إلى هذا هو الحل الأرجح لهم أم هناك حل آخر. ما نقدرش نتحمل المسؤولية هذه بكل شفافية وبكل مسؤولية. أنا نتكلم مسألة أخرى أنا لاني حاب نقيسها معك ولاني حاب نتكلم معها. أنا نحب معليش حتى ولو كنت تقدر تترأس الرأي المغربي، والله ما شاء الله عليك ونحترمك تهدر على المغرب. أنا المشكلة هنا أنا نهدر معك على الجزائر، على بلدي. أبي طالب تقدر تنورنا وتقولنا العلاقات الموريتانية الجزائرية وتقارنها ببعض العلاقات الموريتانية مع الدول العربية. أنا اليوم كي دخلت في المسألة الاقتصادية لقيت أن أكبر دولة مصدرة لموريتانيا هي الجزائر، أكبر دولة في إفريقيا،
وفي العرب مصدرة لموريتانيا هي الجزائر. أكبر السندات الاستثمارية، ما نش نقولوا القروض، أنا نقولوا السندات الاستثمارية. عن بعض الناس عندهم خلط بين الديون والسندات الاستثمارية والقروض الاستثمارية. نتكلموا على السندات. لقيتها سندات جزائرية. أكبر المنشآت ياك تمويل المنشآت العمرانية ولا المنشآت تاع البنية التحتية الجديدة في موريتانيا تستحوذ عليها الشركات وطنية جزائرية، شركات وطنية جزائرية، ماشي مامبا شركات خاصة. أكبر قطاع استثمار للخاص هو الشراكة الموريتانية الجزائرية في قطاع الاستثمار الخاص، الشركات الصغيرة والشركات شبه صغيرة. أنا هنا حبيت نفهم، هل العلاقات الجزائرية الموريتانية هي علاقات مودة وعلاقات أخوة أم علاقات مصالح برك كما يرون البعض، في حين أنه حتى الجزائرية عندهم امتيازات عند الإخوة الموريتانيين ما ننكروهاش، بصح هذه المودة وهذه الامتيازات جات محبة في المصلحة ولا لتاريخ قديم ولا لسياسة منتهجة قديمة ولا لترابط في الأفكار؟ هنا لا تقدر تجاوب. نعم، شوف أخي الكريم، أولا أنا أدعوك يعني ولا كان عندك هذه المعلومات تقول لي مصدرها، لأنك أنت قلت كثير من الكلام يحتاج إلى يعني مصادر ويحتاج إلى أدلة، مثلا من ناحية الشراكات ومن ناحية أيضا السندات الذي قلت هذا. يعني نقدر نعطيك المصدر ونقدر نتكلموا. هي الجريدة الرسمية الموريتانية، راهي جريدة إلكترونية تتكلم على الجريدة الرسمية الموريتانية. نعم شوف نعم جريدة إلكترونية. اسمح لي تقول لك بأن الصادرات الإفريقية من صادرات موريتانيا هي 10%، 10.68% من الصادرات. خاطر علاه موريتانيا تتربع عليها الصادرات تاع المنطقة الأمريكية بحكم الواجهة المحيطية وأمريكا قريبة لها قارة أمريكا. أول دولة مصدرة لموريتانيا هي الجزائر في إفريقيا. تليها جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا اللي من الجنوب تاع إفريقيا هي اللي تصدر ثانية. المغرب نعطيك على سبيل المثال، المغرب وقعت تحت المرتبة الرابعة ولا الخامسة، مانيش ضابطها ياك. قدروا نسيت شحال قدر النسبة تاع الصادرات الجزائرية لموريتانيا. أعلى نسبة للصادرات ولا للاستيراد الموريتاني هي من طرف الجزائر. كانت محاصيل زراعية، كانت بعض المواد البنائية، معروفة بالمواد البنائية أنها موريتانيا تستورد من الجزائر. بعض المواد الإلكترونية كما الكوندور كما ستريم، هذو تاعنا قاع يروحوا لموريتانيا. أول سوق للجزائر السوق الإلكترونية الجزائرية هو موريتانيا. أنت تعرف أكبر شوف، أنت تحدث عن الشراكات، تعرف يعني أكبر شركة في موريتانيا والتي تساهم في الاقتصاد الموريتاني تعرف ما هي؟ يعني معروفة موريتانيا بشيء معين، هي سنيم. عرفني خويا، عرفني رانا سنيم، شركة الحديد. مو شركة الحديد سنيم، لأن موريتانيا تعتبر من أكبر مصدري الحديد في العالم. إذن شركة سنيم، وهي التي قلت لك أنه في بداية الستينات هي التي تم تأميمها والتي عرض المرحوم بومدين آنذاك مساعدة المختار الدادة خوفا من الفرنسيين. إذن هي شركة سنيم. أتعلم أن المغاربة هم مساهمون في أكبر شركة للحديد الموريتاني؟ أتعلم أن المغاربة هم مشاركون في، أنت تقول أن نحن نصدر، اسمع فقط، أن الجزائر تصدر. أتعلم أن من أكبر شرائك إنتاج للسيمون، يعني هذا أنها فيها مغاربة. أتعلم أن شركة الغاز هنا شركة غاز أنها فيها المغاربة. تعرف أن أكبر شركة الاتصال في موريتانيا أنها اتصالات المغرب. تعرف أن هناك البنك التجاري منذ أكثر من 10 سنوات في المغرب. تعرف أن المغرب اشترت سندات توتال 175 مليون دولار. أتعلم أيضا احنا نريد هذا، أنا عارف ماذا يأتي من الجزائر، أنا عارف. شوف المواد التي تأتي. أنا لا أشوف. اسمح لي أنا مانيش نتكلم لك على الاستثمار، نتكلمك على الصادرات شيء والاستثمار شيء. أيوة، أنا ندخل في مسألة الاستثمار ومسألة الأسهم في الشركات عندي حديث آخر.
عندي حل أنا أتحدث آخر. لك عن السندات والأسهم. تحدث عن السندات، أنا تحدثت لك عن السندات والأسهم. مع الأسف ممكن غدا عندي طريقة نوجد المعلومات بها، ممكن غدا أجد لك إذا كان هناك ودائع للجزائر لدى البنك المركزي الموريتاني. هذا مهم جدا، لأن نحن مثلا عندما تريد دولة أن تساعدك مثل دولة مثل الجزائر عندها إمكانيات هائلة اقتصادية مثل الكويت والسعودية وكذا. مثلا نحن السعودية إذا أرادت أن تساعدنا أو الكويت تعرف ماذا تفعل؟ يعني تخبي عندنا مليار دولار، تقول لنا خلاص الوديعة. فهذا يعني يساعد. فنحن مثلا هناك وديعة. فأنا لا أعلم بكل أمانة، لم أسأل عن ذلك، وأنا أعلم أن كل الدول لها ودائع. ممكن غدا حتى، أو نعم غدا، لأني غدا لما أروح غدا إن شاء الله. غدا. شوف غدا أخي الكريم، أنا أقول لك، شفت أنا بكل أمانة سأكون أمين معك. أنا ربما عندي فرصة أن أجد من المؤسسات الموريتانية الحقيقية المحترمة، عندي فرصة أنني أجد المعلومات الدقيقة، لأن هذه الإلكترونيات أنت تعرف ربما يكون. ولكن أنا أتعهد لك وبدوني والله العظيم لا يخجلني بل يشرفنا أنا أنشر معلومات أن الجزائر هي على رأس قائمة الدول العربية الإفريقية التي نعطيك نقطة. أعطيك المعلومات نعم تفضل. معظم البرلمانيين والسياسيين الموريتانيين اللي راهم حاليا ولا اللي كانوا من قبل خريجي الجامعة الجزائرية، معهد علوم سياسية بني مسوس ولا الجامعة الجزائر العاصمة، معظمهم. شوف هذه عندي. نعم عندك معلومة فيها أكبر. أعطيك. تفضل. خريجي الجامعات هي خريجي جامعة الجزائر. أكبر نسبة من الضباط الموريتانيين هم خريجي المدرسة العسكرية شرشاد. هذه على بالك عندك علم فيها ولا ما عندكش؟ واخا شوف أخي الكريم، أنا أعطيك هذه معلومات دقيقة حتى تكون عارف. الرئيس الحالي، أعطيك معلومات، الرئيس الحالي والذي هو جنرال متوقع، الجنرال محمد ولد الشيخ الغزواني، متخرج من الأكاديمية العسكرية بمكناس بمغرب. الرئيس اللي قبله الرئيس الحالي واسمه نقدر نعم محمد ولد الشيخ الغزواني. أنا موريتاني وأتحدث، وأنا يا أخي الكريم يعني لست مجهول، يعني أشتغل في بلدي لا على بالي. أنا ما نكذبش. الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني متخرج من القاعدة العسكرية لمكناس، من المدرسة الضباط في مكناس المغربية. الرئيس الذي قبله محمد ولد عبد العزيز متخرج من نفس المدرسة، مدرسة مكناس، وعامل كذلك استاجات في قاعدة العسكرية في القنيطرة. هذو رؤساء الاثنين الأخيرين الموريتانيين. وهذا فقط حتى تعرف حجم رؤساء موريتانيا الاثنين متخرجين من المدرسة العسكرية بمكناس. وهذا فقط ممكن تدخل في الجوجل وتضرب على اسمياتهم يعطوك، يعني هذا ستجد الأمر يعني كما عادي يعني تماما. شوف أقول لك، شوف هناك برلمانيين، شوف أنا أعرف الإخوة. لا اسمعني نعطيك المعلومات. أنا عندنا إخوة كثيرين، أقول لك الجزائر يعني هذا كثير من المهندسين في مجال الطاقة والنفط أنا أعرفهم واشتغلت معهم، هم متخرجين من مدرسة ليكول يعني بترول في الجزائر. كذلك كثير من الضباط كما قلت، هناك ضباط متخرجين من المدارس العسكرية الجزائرية. سمعت. ولكن أقول لك بالمقابل أن الإدارة، ما يسمى بالإدارة المدنية، كي الحكام والولاة، هم أكثريتهم متخرجون من المدرسة الوطنية للرباط، وهم أكثرهم حكام. أنا أعطيك المعلومات يعني معلومات دقيقة. إن شاء الله أنا قلت غدا إن شاء الله نزيد نفتح اللايف ماذا بيا إن شاء الله، ونجي نناقشوا بهذه الطريقة، سورتو تكون هكا طريقة ودية وما يكونش فيها غاشي بزاف ومقاطعات. هذا هو الحقيقة. لأنه شفت أنا دائما مشكلتنا، أنا أقولها والله كنت دائما أقولها، يقول لهم أقسم بالله أنني مستغرب، ولكن أنا عارف إن الشيطان ينزغ. يعني كي يطلع مغربي وجزائري طف نخرجوا يولي اللايف يأخذ اتجاه آخر.
وكل منهم يفقد أخلاقه، لأنني أعرف الجزائريين وأعرف المغاربة. يا أخي أنا كنت في ألمانيا، والله كنا جزائريين ومغاربة وموريتانيين، والله قضينا 4 سنوات عندنا طريقة كل يعني شهر، وتوانسة كذلك وليبيين كل شهر إما تونسي أو موريتاني يعملون يعني وجبة غداء خاصة بهم. التوانسة يعملون هذوك الماكلة اللي فيها الهريسة. هذه هي أخلاق شعب المغرب العربي ككل. المغرب ولذلك أخي الكريم أقسم لك أنا لما أبقى وحدي والله أتأسف كثيرا إلى الحالة التي وصلنا إليها، وخاصة بين المغاربة والجزائريين. مؤسف مؤسف مؤسف، ليس مؤسف، يصل إلى أن الخجل بكل أمانة، تصبح تخجل يعني من هذا، كيف هذا مسلمين، هذا كذا وكل كذا وكذا، يعني ما في وحدي هذا. ولذلك أخي الكريم أنا أغتنم هذه الفرصة بوجودكم وأنا أقولها إخوة الكرام بكل أمانة. أنا مواطن موريتاني، شخص بسيط، أعمل ولله الحمد، ولدي أخلاق، أقول لكم أنني رأيت أن هذا التيك توك بهذه الطريقة وهذه اللايفات بهذه الطريقة في الحقيقة لا تخدمني ولا أهدافي ولا أخلاقي ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك أنا سأغتنم فرصة. كان الهدف من هذا اللايف أنني لن بعد اليوم أدخل إلى لايفات فيها هذا الكلام، وإن طلع علي شخص يسب جزائريا أو يسب مغربيا أو يسب أي مسلم، أنا أنزل مباشرة مهما كان اللايف. هذا أقوله. أما تلك اللايفات التي مواضيعها هو السجال والطعن بين الجزائر والمغاربة، أنا أخرج منها، لأنني في الحقيقة وصلت إلى حد يتهمني بعض المسلمين أنني يعني أتعرض لأعراض المسلمين. إذن ماذا جنيت أنا من هذا كله؟ وفي الأخير أقول أيضا سبحان من لا يخطأ. أقول هنا أي مسلم ما لن أقول الجنسيات، أي مسلم وأي مسلمة أحس أن كلامي جرحه أو أنه يعتبر تعدي عنه، فأقول له محافظة على قلوب المسلمين وسدا للذريعة، أقول له سبحان من لا يخطأ، وأطلب منه السماح. وأنا سامحت كل أولئك الذين تعدوا علي بالافتراء وبالتشويه، لأنني يعني ما هكذا أريد أن، حتى إذا كنت من الناس الذين يودون الشهرة، ما هكذا أود أن أكون مشهور، ما هكذا أود أن أكون مشهور. ولذلك أفضل أن أبقى في يعني مكاني. أنا إنسان يحب البحث، يحب التطلع، يحب المعلومات، يعني وأتعامل بها. ومن بين الأمور المهمة التي ذكر الأخ عزوز والتي ستكون موضوعي، سأبحث عنها بالضبط وسأتي بها من مصادرها. مثلا بالنسبة للودائع، البنك المركزي بالنسبة عندنا مكان أيضا نأخذ منه جميع الاستثمارات، وأخذ منه كذلك كما قال الأخ التصدير. هو قال أن وجد معلومة أن الجزائر هي أول يعني مصدر ومستثمر كما قلت أخي عزوز، صحيح؟ إذا هذا الأمر، إذا كان أنا أمدك بالمعلومات التي تؤكد كلامك، إذا كان الأمر كذلك بكل سرور. أنا في مسألة البعثات الطلابية ولا بعث التخرج العسكري، أنا ما نتكلم لك على شخص ولا شخصين اللي تقلدوا مقاليد السياسة في المغرب في موريتانيا. على عكس أنا نتكلم لك على النسبة. زيد حوس لنا من هي أكبر دولة نسبة تخرج الموريتانيين، سواء في القطاعات العسكرية أو في القطاعات العلمية، علوم سياسة، علوم اقتصاد. ياك لا شوف، أنا نعطيك معلومة. أنا لدي من الاتصالات على الأقل في الجيش اللي أعطيك المعلومات دقيقة، ما يكذبون. يعني قوم عندهم أخبار جاية، يعني يشتغلون في الجيش وكذا. وسؤال بسيط هذا أيضا يشرفنا، سأقول لهم غير من ناحية المغرب العربي، غير من ناحية الجوار، قاع ما نمشيش بعيد، أنا من ناحية الجوار
نقول لهم ما هي يعني أكبر دولة يتخرج منها يعني الجيش الموريتاني ضباطا وضباط صف وجنود إذا كان يعني موجود. ومحنا جميعا. نقطة نعم. أخرى أبي طالب نقطة أخرى إن شاء الله باش ننزل باش نخلوا الحوار للناس. نعم. أنا حبيت أعلق لي على واحد النقطتين، إذا تشوفها من منطقة القوة ولا من منطقة الهزيمة. كان عطاف سافر إلى أمريكا بعد دعوة من أمريكا، ماشي استدعاء من أمريكا كما لا ليس استدعاء. لا ليس استدعاء. هذه دعوة رسمية والأمريكان. المعلومات اللي عندي. نعم. عطاف يصرح يقول لك الجزائر راضية على سياسة بايدن اتجاه الصحراء الغربية. نعم. هنا أنا أريد تحليلا سياسيا عميقا لكلمة إن الجزائر راضية. هل تصريح وزير الخارجية الجزائري جاء من منطلق قوة أم من منطلق ضعف؟ نقطة أخرى طالب باش نهبط. أنا والله مرارا وتكرارا أطرح نفس السؤال الذي طرحه السياسي اللبناني، وكنت طرحته وأنت في حضرتك ولكن دون جواب، ونتمنى يطلع معنا كش مغربي بعدي ويجاوبنا. هل الشعب المغربي في 2023 مطالب بالشكر لفرنسا لأنها وحدت من مملكة فاس ومملكة مراكش وسمتهم بالمملكة المغربية الشريفة، أم الشعب المغربي مطالب بذم وحقد على فرنسا واليوطي لأنه حمى النظام العلوي على وتمكن من سلطانه على أهل البلاد؟ أنا هذا السؤال والله شوف ما عندي حتى خلفية. صح راني حاب السؤال الأخير. شوف نقاش في هذا الموضوع. نعم. شوف هذا اللقاء يعني أنت تريد أن توجهه المغاربة هنا يسمعون ولكن ليسوا موجودون. هذا اللقاء هذا السجال يعني أنا حبذا لو تفتح لنا لايف كيما تفتح لايف على السياسة الاقتصادية تاع موريتانيا مع الدول الجوار. افتح لنا لايف وسيرهم لنا خويا، وإن شاء الله يكونوا ناس محترمين يتقبلوا الرأي والرأي الآخر. نعم. شوف أنا خاطرك ولا راني نازل. نعم. شوف صرت بيك بزاف اليوم. شوف أبي طالب والله غير نقولها لك، بالك كانت عندي وجهة من جهتك اليوم والله غير تغيرت الوجهة تاعي من جهتك. نعم. الله يحفظك. بارك الله فيك. العبارة شوف بارك الله فيك. وهذا السؤال اللي وضعت قضية هذا الكلام أنا حتى والله ما فهمته بكل أمانة. هذه قضية مملكة مراكش. لا اسمع. لماذا؟ لأن هذا التاريخ الذي تقول مملكة مراكش أنا لست متمكن منه. هذا تسأل به مغربي ومغربي يجيبك، لأن هذا يعني الشعب المغربي والتاريخ المغربي، وهم يعني للبيت رب يحميه كما قال. أنا جاوبني مغربي على أساس أنه ما يخرجناش من الموضوع. تتسير الموضوع. شوف هو الأخ محمد إبراهيم والله يجاوب لك. والله يجاوب لك محمد دقيقة. والله يجاوب لك النظام. معليش جاوبنا بنقطة نظام. أبي طالب أنا حبيت لو فتحت لنا لايف في هذا الموضوع وانت تسير اللايف تاعك بالاكاديميه تاعك وبالاخلاق تاعك وتخلينا في الحوار نفسه واحد ما يخرج عن الموضوع. والله يعني. اذا كان انا شوف انا شي كامل محترم، شي كامل سيفيد الناس، والهدف منه اصلا ليس ان تضرب اخاك ولكن الهدف منه الاستفاده. بسم الله. انا ليس عندي مشكل. اذا كان الهدف هو ان تضرب في تاريخي واضرب في تاريخك، هذا انا لست. هذا هو الذي انا اهرب. اليوم احنا نحوسوا على اليوم، ما نحوسوش على البارح. الان انا اعطي الكلمه للاخ محمد ابراهيم. وربما انت سالت عن قضيه تصريح ايضا بلينكن في قضيه وزير الخارجيه وتصريح كذلك الوزير الخارجيه. انا اقول لك اخي الكريم قولا واحدا. الان كل الدول في هذه قضيه الصحراء، كل الدول الان يقول لك نحن ندعم قرار المتحده والمبعوث الخاص ويخرجوا من باب واسع. انا ما يهمنيش قرارات امريكا ولا، انا يهمني تصريح عطاف. اليوم الجزائر راضيه على سياسه بايدن اتجاه القضيه الصحراويه. واش معناتها الجزائر راضيه على سياسه محمد دقيقه يا محمد انا نتكلم على الاخلاق وعلى ادبيه الحوار خويا الله يسترك.
واحد الوقت كانوا يصورونا بتقسيم. لا الجزائر دولة قائمة على التحليل السياسي العميق تاعك. لا شوف أنا أي كلام قلت لك أن أي كلام من شأنه أن يقزم أي دولة عربية مسلمة مهما كان حجمها أنا ضده. وأنا قلتها أنني بالنسبة لي الجزائر دولة قائمة ودولة عربية ولها قولها وتقول رأيها بكل حرية وبكل شجاعة. هذا نحن نراه، ماشي هذا احنا لا نطعن فيها، ولكن هل نحن نتفق معها أم لا، أو سياستها صحيحة في المنطقة أم لا، هذا هو الذي نناقش. تفضل أخ محمد إبراهيم. بسم الله. أنا نجاوب الأخ عزوز على مسألة ليوطي، لأن أكثر موضوع يثيره الجزائريون الإخوة الأشقاء الجزائريون هو مسألة ليوطي. أولا يا أخ عزيز، لا يجب أن تقف عند ويل للمصلين. فمجيء ليوطي إلى المغرب ليس كما تصورون أنتم من أن المغرب كان بخير وعلى خير وهذا وتم استدعاء حماية ليوطي. يا أخي الكريم، الحماية فرضت على سلطان المغرب بعدما تم نهش كل شيء في المغرب وأقاموا عليه ثورات من الداخل ومن كل شيء. حتى أقول لك أن المغرب لم يفقد سيادته سنة 30 مارس سنة 1912 بتوقيع معاهدة الحماية، إنما فقد سيادته سنة 1906 في مؤتمر الجزيرة الخضراء لما فقد سلطته على البنك المركزي المخزني. وأنت اليوم لنأخذ مثلا موريتانيا أو الجزائر أو حتى إن شاء الله حتى فرنسا، عندما تفقد سلطتك على البنك المركزي ولا تجد ما تدفع به رواتب الجنود ولا القياد ولا الوزراء، أنذاك فقدت سيادتك الكاملة. أما مسألة أن 1912 فأحيطك علما أخي عزوز أن فرنسا احتلت الدار البيضاء إلى منطقة أنفا وكل الشاوية سنة 1907. يا محمد خليني نكمل لك. لا عزيز، لا تقاطع تاريخي. لا يمكن أنت اليوم أن تجيني واحد الوجبة وتحاسبني عليها، ولكن تلك الوجبة لا نعرف كيف طبخت ومن أين أتت. لا يا أخي الكريم، يجب أن تعرف المعلومات وتأخذها. إذن هذا السلطان حصر في فاس وتم ودخول الجيش الفرنسي من الجزائر على وجدة وإلى وحالته خمتازة. السلطان أصبح محاصرا، ولكن عندما وقع معاهدة الحماية كان أفضل حل له، لأن كان أمامه ثم ألبوا عليه القبائل، ألبوا عليه كل شيء، لأن الجنود لم تعد مصاري كما قال لك اللبناني ليخلص بها. إذن أصبحت المملكة في وضع وهن، فاختار السلطان بين أن يكون استعمارا شاملا كما وقع في الجزائر وما إلى ذلك، أو أن تكون معاهدة للحماية يضمن فيها بعض حقوق المملكة المغربية وتضمن فيها فرنسا والقوى الاستعمارية بعد الامتيازات لسنوات. أحيطك علما أن المعاهدة في الأول كانت تتحدث عن 30 سنة تأخذ فيها فرنسا بعد الامتيازات في المعادن وما إلى ذلك، وإنشاء الطرق وإنشاء المدارس، على أن يؤدي المغرب بعد ذلك ثمنها. لكن بوجود الحرب العالمية الثانية انقلبت معاهدة الحماية إلى شيء آخر، ورفضوا أن يمتعوا السلطان بأي شيء، مما أدى إلى خلافات عميقة. أصبح الوطنيون محمد الخامس يجتمعون ولم يرضي فرنسا، فقاموا بنفي إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر. أنا نعطيك السر التاريخي. إذن الذي يقول لنا اليوم أن ليوطي أو وحد مملكة فاس ومملكة مراكش، أنا سأطرح عليك سؤال. نعترف أن السلطان مولاي عبد الحفيظ وقبله مولاي عبد العزيز وقبله مولاي الحسن كانت لهم العاصمة في فاس. من الذي كان يحكم مراكش؟ يا أخي، سلطنة مراكش وفاس كانت في الفترة السعدية وليست في الفترة العلوية. ثم هذا شيء آخر. ثم بلدي تكالبت عليه 3 قوى استعمارية، أكثر من 3، لأن إسبانيا أخذت أجزاء وفرنسا أخذت أجزاء، وأخذت منطقة طنجة كاملة من عدة دول، من بين ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وحتى النمسا والعديد من الدول. إذن تأتي اليوم بذلك هل نشكر فرنسا أو لا نشكرها؟ الاستعمار يبقى استعمار كيفما كان. لا يمكن أن نشكر نحن ليوطي أو نشكر. لقد قتل من المغاربة ما قتل وزرع خلافات داخل المغرب لكي يوجه المغاربة بعضهم البعض كما وقع في الجزائر. إذا أردنا إسقاط نفس الحالة على الجزائر، أخذ الحركة في الجزائر وأخذ الزواج وقاتلوا إخوانهم المسلمون، كذلك في المغرب أخذ من هنا وهناك
تحت سياسة فرق تسد، مما أدى في الأخير رغم كل شيء دامت فترة الحماية 43 سنة وانسحبت إلى غير رجعة، مع لا ننكر أن بذلك ضمنت فرنسا امتيازات اقتصادية وما إلى ذلك، ولكن في المقابل المغرب يسعى جاهدا كغيره من الأفارقة إلى التخلص منها كل سنة. هذا أعطيك لمحة. أما أن نشكر وتريد أن تأخذ المسألة ما زال سأطرح عليك لأستفزك، لدي العديد من الأسئلة لأستفزك، لكن احتراما لأبي طالب أنا لن أدخل فيها بخصوص ما صنعت فرنسا. الله يبارك فيك أخ محمد إبراهيم. بخصوص ما صنعت فرنسا في الجزائر وما إلى ذلك، لكن يجب أن تعلم السيد عزوز أن فرنسا والإسبانيا قبل أن تخرج من هذه المنطقة، وأقسم لك بالله العلي العظيم أنها تركت قنابل والغام تدوم 200 سنة أخرى لكي نحاربك وتحاربني. اسمع، لأن مسألة من الحدود، وتركت أيضا من النخب، ليس الحدود بل تركت من النخب والعملاء ما أوصلنا إلى الحالة التي تعيش أنت وأعيش أنا أقول لك كل شيء وبكل صراحة. إذا نحن اليوم لا نريد أن نتخلص من الإرث الاستعماري. لماذا سنتخلص من الاستعمار؟ أولا مسألة الحدود هذه وما إلى ذلك، نحن اليوم نريد أن نصل إلى ما وصلت إليه أوروبا، وطنا بدون حدود تنتقل فيه البضائع والأشخاص دون مراقبة ودون أي شيء. هذا ما نريد. لا نريد تلك المشاحنات وأن تبحث أنت في عرضي وأبحث في عرضي وأتصيد أخطاء قامت بها الحكومة الجزائرية وتتصيد أنت أخطاء قامت بها الحكومة المغربية. اعلم السيد عزوز وغيرك من الإخوة الجزائريين أنه لا تحكمون ملائكة، وأنتم أيضا لا تحكمون ملائكة، إنما بشر. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال خلق النفس فألهمها فجورها وتقوى وسبق الفجور على التقوى. والله سبحانه وتعالى كلام الله ليس عن الهوى، إنما في كل شيء حكمة. لماذا؟ السؤال إليك، لماذا الله قال فألهمها فجورها ثم أتبع التقوى؟ يعني أننا نحن خلقنا الله كبشر، لا أنا ولا أنت ولا أبي طالب ولا عبد المجيد تبون ولا محمد السادس، لنخطئ ثم نستغفر لهذا خلقنا الله. وخلق الملائكة لا تذنب بتاتا، وخلق الشياطين تذنب على طول الخط. إذن أنا أعترف أنني أخطأت في حقك، ولكن أنت أيضا يجب أن تعترف أنك أخطأت في حقي. هذه هي الحياة. أما مسألة أن السيد عطاف قال أنه راض عما يفعله بيضا، يا أخي الكريم أحب أن أقول لك شيئا أحب أن أقول لك شيئا بخصوص أمريكا. نعم. أنا هذه جملة مفيدة ستفيدك في قراءة السياسة الأمريكية والسياسة الغربية عموما. أنا السؤال طرحته لأبي طالب، ما طرحته لحتى واحد. طرحته لأبي طالب على مسألة عطاف. لا أخي الكريم، أنا عندي تعليق. نعم. أنا عندي تعليق على مسألة عطاف. شوف اسمع، هنري كيسنجر وهو من منظري السياسة الأمريكية قال: نحن لم نخلق لنجد حلولا لمشاكل العالم، إنما لنسير مشاكل العالم. اليوم أمريكا إذا أعطاك بيضا أرض الجزائر، فغدا سيأتي الجمهوريون ويرضون المغرب، ثم يأتي الديمقراطيون يرضون لأشياء أخرى، لكن كل ذلك وفق مصالح الولايات المتحدة وشعب الولايات المتحدة ينتخبون رؤسائهم للدفاع عن مصالح الغرب، وليس عن مصالح لا الجزائر ولا موريتانيا ولا البوليزاريو. هم يبحثون عن أكثر شيء سيبتزون به المغرب، فإذا ابتزوا المغرب بحثوا عن أكثر شيء سيبتزون به الجزائر، وهكذا تدور الأيام إلى أن نفهم اللعبة. وعندما نفهم اللعبة قد لا يتركوننا نعيش حتى. خلاص كملت. نعم إخوة الكرام، عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. تفضل. شوف أخل، تفضل أخ عزوز، وأختم بكلامك لأعطي، بما أنني أخذت تعهد لعزوز يعطي ميعاد غدا ليعطي المعلومات، هذه المعلومات الدقيقة. وفقط خذوا مني كلام أيضا. والأخ محمد إبراهيم أخ كذلك أشهد له أمام الله أنه أخ طيب، وأنه أخ ما يعني سبحان الله خليني سليمة، يعني يدعو إلى الوفاق، ويعني يعامل بمعاملة المسلمين والأخوة
والصداقة، هذا يعني أشهد به. المهم أخ عزوز، إذا كان عندك تدخل تفضل، وسأختم اللايف وأشكر الأخوة أول حاجة أقول لك أنا بارك